بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي أبطال الصف الثالث الإعدادي، معاكم مستر محروس معلم أول ألف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير التاريخ. هنشرح معاكم النهاردة آخر درس من دروسنا في الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول، وهو درس طويل شوية ودسم في المعلومات بتاعته، بس هو درس جميل جدا جدا، وهو بعنوان مصر من الحماية البريطانية حتى ثورة يوليو 1952. طبعا جايب لحضرتك صورة الزعيم سعد زغلول. طبعا سعد زغلول يعني ثورة 1919. ركز معايا وخصوصا في بداية الفيديو، لأن الكلام اللي هقوله لحضرتك مش موجود عند حضرتك في الكتاب، بس عشان تفهم الدرس لازم تسمع الكلام ده مني، ومش هتلاقيه عند حد تاني. فركز معايا وامشي معايا واحدة واحدة، هنعرف الأحداث والدنيا ماشية ازاي. تمام؟ في سنة 1914، ده تاريخ مهم جدا في تاريخ العالم كله، ظهر أو بدأ ما يعرف باسم الحرب العالمية الأولى. أهو الحرب العالمية الأولى. طب من اسمها كده حرب عالمية، يعني العالم كله تقريبا بيحارب بعضه، أو زي كأس العالم عندنا، كأس العالم لكرة القدم. هو في كأس العالم يا شباب كل الفرق بتلعب ولا الفرق الكبيرة بس؟ برافو عليك، الفرق الكبيرة بس. ففي الحرب العالمية الأولى الدول الكبار في العالم بدأوا يحاربوا بعض. طب ماشي كويس، ايه علاقتي أنا بالموضوع ده؟ ايه علاقة مصر؟ هل مصر كانت دولة كبيرة من الدول دي؟ لا، بس للأسف من سوء حظ مصر إن كان ليها علاقة بدولتين من الدول الكبار دول، والدولتين دول دخلوا في الحرب ضد بعض. مين الدولتين اللي مصر ليها علاقة بيهم؟ هي الدولة العثمانية اللي هي تركيا، والناحية التانية بريطانيا. أهم بريطانيا من ناحية ضد الفريق التاني معاه اللي هو مين؟ تركيا الدولة العثمانية. مصر المفروض ما زالت ولاية عثمانية رغم ان بريطانيا محتلها من 1882. فبمجرد ما بدأت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 قامت بريطانيا بإعلان الحماية على مصر. إعلان الحماية على مصر. يعني إيه حماية؟ خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. يبقى مصر تبقى تحت سيطرة بريطانيا بشكل كامل، ومفيش أي علاقة تربط الدولة العثمانية بمصر. تمام؟ يبقى انتهت علاقة الدولة العثمانية بمصر. علاقة الدولة العثمانية لو انتوا فاكرين اللي بدأت سنة 1517 موقعة الريدانية، هتنتهي 1900 وكام؟ و14 مع بداية الحرب العالمية الأولى، أو مع فرض الحماية. فرض إيه؟ فرض الحماية البريطانية على مصر. لو طرحت ده من ده يطلع لك حوالي 4 قرون اللي أنت خدتهم في الدرس زمان. قال لك خضعت مصر للحكم العثماني 4 قرون كان حكمهم جامد راقد. تمام؟ يبقى تاني، بمجرد ما بدأت الحرب العالمية الأولى قامت بريطانيا بفرض الحماية. ترتب على ذلك اتقطعت صلة مين؟ الدولة العثمانية بمين؟ بمصر. ليه بريطانيا عملت كده؟ ليه؟ بريطانيا طبعا عارفة أهمية موقع مصر الاستراتيجي، فمش عايزة تركيا تستغل موقع مصر ضد مين؟ ضدها في الحرب، هي والفريق اللي معاها. تمام؟ فمش عايزة تركيا يكون لها أي علاقة بمصر. تمام؟ حلو الكلام؟ زي الفل. بدأت الحرب واستمرت لمدة 4 سنوات لحد 1918. ايه حصل؟ انتهت الحرب. انتهاء مين؟ انتهاء الحرب العالمية الأولى. مين اللي انتصر؟ انتصار بريطانيا. بانتصار مين؟ انتصار بريطانيا وحلفائها. حلو الكلام؟ زي الفل. فطبعا في ال4 سنوات دول مصر ذاقت فيهم الأمرين مع بريطانيا. جابت قوات بتاعتها وبدأوا بقى يحاربوا، يستغلوا موقع مصر ويستغلوا موارد مصر وخيرات مصر في الحرب اللي احنا ملناش علاقة بيها، وصمدنا معاها وصبرنا معاها وشفنا المر في 4 سنوات. فبعد ما انتهت الحرب دي تشكل وفد من أعضاء الجمعية التشريعية اللي كانوا عملوها هم برئاسة سعد زغلول. برئاسة إيه؟ سعد زغلول. يبقى بعد انتهاء الحرب تشكل وفد من أعضاء الجمعية التشريعية.
برئاسة وفد، يعني مجموعة من الناس يا جماعة، برئاسة مين؟ بقى سعد زغلول. سعد ايه؟ سعد زغلول باشا ومعاه ناس زمايله. رايح فين الوفد ده؟ رايح يقابل ممثل سلطة الاحتلال في مصر. مين هو ممثل سلطة الاحتلال؟ برافو عليك، فاكره، المعتمد البريطاني. لا، اتغير اللقب هنا من المعتمد إلى المندوب السامي البريطاني. تمام كده؟ اهو يقابلوا لمقابلة المندوب السامي البريطاني. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه السير وينجت. السير ايه؟ السير وينجت. تمام؟ طيب رايحين يقابلوه ليه؟ عشان يهنوه؟ ماشي يا سيدي، ألف مبروك، انتصار بريطانيا العظمى في الحرب على أعدائها يا سيدي. واحنا لينا 5 مطالب. 5 ايه؟ مطالب. أول حاجة إلغاء الحماية. إلغاء مين؟ مش عايزين حمايتكم، شكرا يا باشا، الله يبارك لكم، احنا نقدر نحمي نفسنا. 2، إلغاء الأحكام العرفية. إيه هي الأحكام العرفية يا مستر؟ الأحكام العرفية قوانين خانقة تفرض لظروف معينة في فترة معينة. تاني، هو مش عليك التعريف بس أنا بحاول أفهمها لك. الأحكام العرفية عبارة عن مجموعة من القوانين الخانقة تفرض لظروف معينة في فترة إيه؟ معينة. تمام؟ يعني ايه مثال؟ لو انت عندك حد في البيت عنده امتحان ثانويه عامه، هتلاقي البيت بقى مكهرب بقى، مفيش خروجات، مفيش فسح، مفيش احتفالات، مفيش صوت تلفزيون، مفيش حاجات خانقه. طب فرضناها ليه القوانين الخانقه دي؟ عشان خاطر عندنا حد بيمتحن ثانويه عامه. طب الحاجات دي هتستمر على طول ولا لفتره الامتحانات؟ فتره الامتحانات، بعد ما تنتهي الامتحانات نرجع كل حاجه لطبيعتها. فنفس القصه هنا، الاحكام العرفيه يعني مجموعه من المصريين واقفين مع بعض 5 6 يقول لك ده تجمهر، اقبض عليهم وايه بالبلدي كده احبسهم، محدش يعرف لهم طريق جره. تمام كده؟ عايز اسافر، لا ما تسافرش، في احكام عرفيه لازم تاخد اكتر من تصريح ومش عارف محدش يوافق لك. فحاجات خانقه، حاجات ايه؟ خانقه. يبقى الغاء الحمايه، الغاء الاحكام العرفيه. الغاء الرقابه على الصحف والمطبوعات. يعني ايه رقابه على الصحف والمطبوعات؟ الرقابه على الصحف يعني صحيفه زي جريده الوقائع المصريه او جريده اللواء، لو واحد هيكتب فيها مقال وينتقد فيها الاحتلال واللي بيعمله في المصريين في الحرب واستغلال خيرات مصر في حرب احنا مالناش دعوه بيها، هل المقال ده يتنشر؟ لا، رقابه ما يتنشرش، يتحذف. او المطبوعات، لو انت هتكتب قصه مثلا برضو تبدا توصف فيها الوضع بس بطريقه يعني ايه مش مباشره والكلام ده كله، لا برضو يتلغي، ما تتنشرش القصه بتاعت حضرتك. يبقى الغاء الرقابه على الصحف والمطبوعات. الاستقلال التام. الاستقلال مين؟ احنا عايزين نبقى مستقلين لوحدنا، ما حدش ليه دعوه بينا، احنا دوله كبيره وليها تاريخ وليها حضاره، مش عايزين حد يبقى ليه يتدخل في شؤوننا. اخر حاجه السماح لهم بالسفر الى باريس. سمعنا باريس لحضور مؤتمر كده اسمه مؤتمر الصلح. ايه مؤتمر الصلح ده؟ ده مؤتمر عقدته الدول الكبار بعد انتهاء الحرب عشان يوصلوا بقى يحلوا الخلافات اللي ما بينهم. طب برضو ايه علاقه مصر؟ هي مصر مالها؟ ده المؤتمر الكبار يا مستر، ايه اللي دخل مصر؟ مصر رايحه بكل بساطه، او الوفد ده رايح بكل بساطه عشان يعرض قضيه استقلال مصر على الكبار اللي موجودين. شفت القعده العرفيه عندنا كبار المنطقه او كبار البلد؟ انا راجل غلبان ومسكين وبريطانيا دي مبلطجه عليا واستغلتني لمده 4 سنين وبحجه انها بتحميني، لكن هي استغلت الخيارات بتاعتي وعملت مشاكل كبيره بالنسبه لي وبتقول بتدعي انها بتحميني. انا رايح اقول لهم يا جماعه بعد اذن حضراتكم انتوا كبار العالم، انا مش عايزه بريطانيا اللي موجوده مع حضراتكم تحميني، خليها تسيبني في حالي. تمام؟ يبقى دول ال5 مطالب اللي قدمهم الوفد المصري لمين؟ للسير وينجت. اهو. 1، إلغاء الحماية البريطانية اللي أعلنتها بريطانيا في ديسمبر 1914 مع بداية الحرب، إنهاء الأحكام العرفية، إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات، الاستقلال التام، السماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض المطالب الوطنية على مؤتمر الصلح. تمام؟ طب لو أنت مكان السير وينجت والناس دي جاية تطلب منك الطلبات دي، هتوافق ولا هترفض؟ فكر. اكيد هرفض، صح ولا لا؟ هرفض، مش ممكن اوافق على الكلام ده. رايحين تشتكونا؟ لا طبعا. والغي الحمايه، الغي الخير، ده انا عمال اخد منكم خير قد كده، اسيبكم امشي كده واديكم الاستقلال؟ مستحيل. فايه اللي حصل؟ الصدام بين اعضاء الوفد المصري وسلطات الاحتلال. طبعا اعترض المندوب السامي، بس مش هيقول لهم طبعا المفروض ان لو هم دول دوله حريه وديمقراطيه ده حقنا، لكن مش هيقول مالكوش حق، لا هيقول لهم ايه؟ وانتوا ايه الصفه اللي بتخليكم تتكلموا باسم شعب مصر كله؟ المطالب اللي انتوا جايين تطلبوها دي هل خاصه بيكم انتوا ولا خاصه بمصر كلها؟
خاصه بمصر كلها. قال لهم مين اللي اداكم الصفه دي؟ قالوا له بلا تزعل يا عم، احنا هنجمع لك توكيل من الشعب، هنخلي الشعب كله يمضي لك ان هو ادانا الحق ان احنا نتكلم باسمه. وبدا المصريين يا جماعه او اعضاء الوفد هم والناس اللي معاهم يكتبوا توكيل كده. شفت لما يكون عندك مشكله وتروح لمحامي تعمل له توكيل ان هو يتكلم بلسانك ويدافع عنك. فبدات بقى التوكيل كده، نقر نحن الموقعين ادناه اننا وكلنا عننا سعد زغلول ومحمود وعبد العزيز فهمي وعلي بيك شعراوي للسعي بكافه الطرق للحصول على استقلال مصر وكذا كذا. وبداوا المصريين اللي يبصم واللي يمضي بص السير وينج لقى التوكيلات جايه له من جميع انحاء مصر قد كده. قال لك يا نهار ابيض، هو انتوا ليكوا شعبيه بالمنظر ده؟ انتوا تقدروا تاثروا في الشعب المصري كده؟ لا ده انتوا خطر علينا، اقبض عليهم وارميهم خارج البلاد. تمام؟ يبقى لما بدأ الشعب المصري، لما بدأ الوفد يجمع توكيلات للسير وينجت ده تثبت مدى حقيتهم والحق اللي بيديهم الحق انهم يتكلموا باسم شعب مصر، قام بالقبض عليهم ونفيهم الى جزيره مالطا. نفيهم الى جزيره ايه؟ مالطا. ودي اللي اشعلت الثوره. تعال نشوف الكلام ده. اعترض المندوب السامي البريطاني على الصفه التي تعطي للوفد حق التحدث باسم الامه، وبذلك بدات فكره جمع التوكيلات. جمع ايه؟ توكيلات من الامه للوفد للسعي لاستقلال مصر استقلال تام، ونتيجه لذلك اصبح الوفد المصري بزعامه سعد زغلول يمثل الامه. مالكش حجه اهو بالقانون. رفضت السلطات الاحتلال مطالب الوفد طبعا، وقامت بالقبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم الى جزيره مالطا 1919 في مارس، وده السبب المباشر في اشعال الثوره. تاني، اي ثوره ليها اسباب هناخدهم دلوقتي، بس في سبب مباشر زي انت لما يكون واحد بيضايقك وتتحمل مره واثنين وثلاثه بعد كده تنفجر فيه بسبب بسيط. مش هو ده السبب، لا انت في حاجات كتيره قبل كده. فهنا السبب المباشر في اشعال الثوره هو القبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم الى جزيره ايه؟ جزيره مالطا. عوامل قيام الثوره: ازدياد نمو الوعي القومي المصري من اجل الاستقلال لدى المصريين. فاكر حضرتك الثوره العربيه كان لك نمو الوعي القومي، هنا زاد قوي بسبب مين لو انت شاطر؟ بسبب خطب مصطفى كامل ومحمد فريد والكلام ده. كل المصريين بقى عندهم وعي ويعرفوا حقوقهم ويعرفوا ان بريطانيا دي بتضحك عليهم. ازدياد نمو الوعي القومي والدعوه الى التحرر من الاستعمار والاستقلال. الاجراءات العنيفه اللي اتخذتها بريطانيا اثناء الحرب العالميه الاولى، الدنيا وقفت في مصر، شلل، مفيش سفر. انا راجل تاجر عايز اجيب بضاعه من بره، لا مفيش سفر حضرتك، البلد في حاله حرب، وانا مالي؟ كان ذنبي ايه بالحرب دي كلها؟ انا راجل عايز اروح اتعالج بره، لا ما تسافرش. انا راجل عايز وهكذا، مفيش. تمام؟ طب عايز اتاجر داخل مصر بالقطارات بالعربيات، لا القطارات دي تشيل الجنود. انا راجل فلاح زرعت وجايب المحصول بتاعي مروحه البيت، ياخدوه مني عشان ناكل الجنود، طب وانا مالي؟ ياخدوا الشباب المصريين يخلوهم يشاركوا معاهم في الحرب غصب عنهم. اجراءات خانقه فخلت المصريين مش قادرين، فالحرب انتهت، ادونا حريتنا، مفيش حريه، هنفضل زي ما احنا. يبقى لا، لازم ثوره، لازم ايه؟ يبقى الاجراءات العنيفه اللي اتخذتها بريطانيا اثناء الحرب العالميه الاولى. ادعاء انجلترا وحلفائها انهم يحاربون من اجل حريه الشعوب واستقلالها. انا قلت لحضرتك من المره اللي قبل كده مفيش حرامي بيقول على نفسه حرامي. الفريقين اللي بيحاربوا بعض في العالم دول يا جماعه في الحرب العالميه الاولى كل واحد منهم بيدعي الفضيله، وخصوصا انجلترا وفرنسا وحلفائها وروسيا والناس دول. يقول لك يا جماعه هو انتم مفكرين ان احنا بنحارب تركيا دي والمانيا عشان خاطر مصالح شخصيه؟ لا، احنا بنحارب من اجل حريه الشعوب اللي هم مستعبدينها، اللي هم مستغلينها، اللي هم محتلينها. تمام؟ من اجل حريه الشعوب واستقلالها. تمام زي الفل. الحرب انتهت وحضرتك انتصرت، اديني حريتي، نفذ كلامك. مش هينفذ كلامه، فهنلجأ لايه؟ للثوره. شوف ده مكمل اللي بقى للسبب اللي قبله. اعلان الرئيس الامريكي ويلسون المبادئ ال14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها. رئيس امريكا دخلت الحرب يا جماعه في 1917 قبل نهايه الحرب بشويه مع بريطانيا وفرنسا والناس دول. فرئيس امريكا برضه عايز يخلي دول من الدول الصغيره في العالم تدخل في الفريق بتاعه عشان خاطر ترجح كفتهم عشان ينتصروا. 4 سنين العالم عمال بقى يضرب في بعضه، فاي فريق من دول عايز هو اللي ينتصر. فرئيس امريكا ويلسون قال لك ايه؟ انا هعلن شويه كلام كده حلوين عشان شعوب العالم الثانيه تدعمنا وننتصر على الفريق بتاع المانيا وتركيا والكلام ده كله. فاعلن شويه مبادئ كده زي الفل. اهم مبدا فيهم حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني ايه تقرر مصيرك؟ يعني انت حر، عايز تفضل تحت حمايه دوله من الدول الكبار ماشي، مش عايز
الحمايه دي برضو انت حر. يبقى تاني اعلان الرئيس الامريكي لمبادئه ال14 ومنها حق الشعوب في تقرير ايه مصيرها. هقول تاني اسباب ثوره 1919: ازدياد نمو الوعي القومي المصري والدعوه الى التحرر من الاستعمار والدعوه الى الاستقلال، الاجراءات العنيفه اللي اتخذتها بريطانيا اثناء الحرب العالميه الاولى، اعلان انجلترا وحلفائها انهم يحاربون من اجل حريه الشعوب واستقلالها، اعلان الرئيس الامريكي ويلسون لمبادئه ال14 ومنها حق الشعوب في تقرير ايه؟ تقرير مصيرها، بالاضافه طبعا للسبب المباشر والقبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم لجزيره ايه؟ مالطا. اندلعت الثوره في القاهره وامتدت الى جميع الاقاليم المصريه من اسكندريه لاسوان. الشعب يخرج ويهتف ويسقط الاحتلال ويسقط الاستعمار، وسعد سعد يحيى سعد والهلال مع الصليب، والقوات الانجليزيه تقابل المثوره دي بضرب النار ويقتلوا في الناس والكلام ده كله. واستمرت فتره كبيره جدا، يبقى شملت كل طوائف الشعب، العمال والفلاحين والطلبه. وخرجت المراه لاول مره المراه تهتف بجانب الرجال، وبدا المسلمون والمسيحيون هما الاثنين مع بعض. عندنا علم اهو هلال مع الصليب. بدأ القساوسة القسيسين بتوع رجال الدين في الكنيسة يخطبوا في الجامع يحمسوا الناس للثورة والدفاع عن الوطن، وبدأ المشايخ يخطبوا في الكنائس. وكانت ملحمة وطنية من أروع، بجد بدون أي نفاق ولا أي كلام، من أروع مظاهر التلاحم الوطني ما بين المسلمين والمسيحيين. وده ما تلاقوش إلا في مصر، والحمد لله بجد نعمة كبيرة جدا جدا عندنا. زي ما قلت لكم اللورد كرومر ما كانش يعرف الفرق ما بين المسلم والمسيحي الله لما ده يروح المسجد وده يروح الكنيسه، فخرج جميع عناصر الامه اشتركت في هذه الثوره. تمام. هنا بقى بريطانيا نتائج الثوره تعمل ايه؟ الحكومه البريطانيه، بريطانيا عايزه تهدي المصريين، فتعمل ايه؟ قامت بعزل الراجل بتاعها الموجود في مصر. فاكرين حادثه دنشواي لما مصطفى كامل استغلها في بريطانيا عشان تهدي الراي العام العالمي عن ضدها، عزلت اللورد كرومر. هنا نفس القصه، عشان تهدي المصريين قامت بعزل السير وينجت وعينت مكانه الجنرال الليمبي. تمام. تاني حاجه افرجت عن سعد زغلول وزمايله، مش بس كده وسمحت لهم بالسفر الى باريس. يبقى تقريبا كده الثوره ايه؟ حققت هدف مهم جدا من اهدافها، ان احنا رجعنا الرجاله بتوعنا اللي اتقبض عليهم، وكمان سافرنا الى ايه؟ باريس. ولكن للاسف دول كلهم دول ربنا يصلح حالهم، مش واضحين ولا صريحين. هيسافر الوفد المصري الى باريس وهو عنده امال انه هيقابل كبار العالم بقى، الحكماء بتوع العالم اللي كانوا بيحاربوا من اجل حريه الشعوب واستقلالها، والرئيس الامريكي ويلسون اللي يقول لك حق الشعوب في تقرير مصيرها. فقالوا لهم يا جماعه احنا دوله فقيره ودوله متوسطه الحال، وبريطانيا اللي معاكم دي استغلتنا لمده 4 سنوات ووقفنا معاها وقفه رجاله بكل مواردنا وامكانياتنا، وربنا كرمها وانتصرت. بعد اذن حضراتكم احنا عايزينها تسيبنا في حالنا وتمشي، ترفع الحمايه وترفع الاحكام العرفيه وتدينا الاستقلال والكلام ده كله، واحنا نقدر نحمي نفسنا. لكن للاسف هيظهروا على حقيقتهم المجتمعين كلهم ويرفضوا طلب الوفد المصري ويعترفوا ببقاء الحمايه البريطانيه على مين؟ على مصر، بما فيهم الرئيس الامريكي ويلسون صاحب المبادئ ال14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهنا هيصدم الوفد المصري في هذه القرارات او رد الفعل. صدم أعضاء الوفد المصري بعد وصولهم إلى باريس بسبب اعتراف كل من الدول الموجودة بالمؤتمر والرئيس الأمريكي بالحماية، مما أصاب أعضاء الوفد المصري بإحباط كبير. تمام؟ بعد كده عندنا المفاوضات المصرية البريطانية. بريطانيا مش من مصلحتها إن الدنيا تبدأ قايمه في مصر. خلي بالكم لما الوفد المصري اترفضت مطالبه في باريس، ايقن الوفد المصري انهم لن يحصلوا على حريتهم ولا استقلالهم الا بالثوره، الا بالقوه، الا بدراعنا. فتجددت الثوره، الكلام ده مش موجود عند حضرتك، فتجددت الثوره تاني. وزي ما قلت لحضرتك مش من مصلحة بريطانيا ان الدنيا تبقى بايظة في مصر ويبقى في ثورة في مصر، فهتبعت ناس تتفاوض مع المصريين. هتبعت حاجة اسمها لجنة ميلنر. لجنة ايه؟ ميلنر. لجنة ميلنر. مين ميلنر ده؟ وزير المستعمرات البريطانية. شوفوا من كتر البلاد اللي هم محتلينها عاملين وزير مخصوص اسمه وزير المستعمرات. جاي يعمل ايه ميلنر والناس اللي معاه؟ خلي بالك ما تتلخبطش ما بين لجنة ميلنر وبعثة كييف. بعثة كييف دي كانت ايام اسماعيل، جاية لدراسة اسباب سوء الاحوال المالية في مصر ووضع حلول لها. لكن لجنة ميلنر يقول لك كانت جاية عشان تقنع الشعب المصري بقبول الحماية. يا مصريين في ايه يا جماعه؟ هو حد يطول يبقى تحت حمايه بريطانيا؟ ده بريطانيا دي اقوى دوله في العالم، ده الناس التانيه بتتمنى. يا عم شكرا، انا مش عايز الكلام ده. الشعب المصري لما اللجنه دي جت
رفض الشعب المصري ان هو يتعاون معاها او يتفاوض معاها او يكلمها. ليه؟ لان الشعب المصري كان عامل توكيل للوفد، فاكرين؟ فلو الشعب المصري اتفاوض مع لجنه ميلنر يبقى كده التوكيلات دي ملهاش لازمه، ولما يجي سعد زغلول وزمايله يتكلموا باسم الشعب المصري ميلنر يقول له مالكش كلام معايا، الشعب المصري بيدافع عن نفسه بيتكلم بنفسه. وطبعا الشعب المصري ما عندوش الخبره السياسيه زي سعد زغلول وزمايله، فهنا سعد زغلول وزمايله قالوا لهم ما تتكلموش معاهم، ما تتفاوضوش معاهم، مالكمش دعوه بيهم خالص، عشان لو انتوا اتكلمتوا معاهم الوكاله اللي انتوا عاملينها لنا ملهاش لازمه. وهو ده اللي جايه بريطانيا تعمله، عايزه تعمل فتنه. فلما الشعب المصري قاطع هذه اللجنه طبعا هتضطر تتفاوض مع مين؟ مع سعد باشا زغلول. تمام؟ رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنه ميلنر وقاطعها. لماذا؟ لان تفاوض الشعب مع لجنه ميلنر يعني التنازل عن الوكاله التي اعطاها للوفد المصري. تمام؟ فهنا مفاوضات سعد ميلنر. ابدا ميلنر استعداده، خلاص انا هتفاوض معاك يا سعد زغلول انت وزمايلك، تعالوا. وبداوا يتفاوضوا مع بعض. انتهت المفاوضات بمشروع معاهده رفضها الشعب المصري بكافه طوائفه. لماذا؟ لانها كانت ستعطي مصر او ستؤدي الى حصول مصر على استقلال سوري. استقلال ايه؟ سوري ملوش اي لازمه. تمام؟ وخلاص. نيجي بعد كده فتره مارس 1921 بريطانيا برضه هتبعت واحد تاني يتفاوض مع مصر او المسؤول في مصر عشان خاطر نوصل لحل ونهدي المصريين. فهتبعت واحد اسمه كيرزون. مين كيرزون ده؟ ده وزير الخارجيه. وزير مين؟ وزير خارجيه بريطانيا. تمام؟ هيجي هنا يتفاوض مع الراجل ده. مين الراجل ده؟ عدلي باشا يكن. عدلي باشا ايه؟ يكن. نسميها مفاوضات عدلي كيرزون. عدلي ايه؟ كيرزون. تمام؟ وطبعا كان نفسه عدلي يكن برضه في مش راجل مش عايز ثوره وكل شويه ناس بتموت من المصريين، عايزين ناخد حقنا بالادب كده والاحترام بالمفاوضات. فكان نفسه يوصل لمفاوضات كويسه جدا مع بريطانيا، لكن للاسف فدخل في مفاوضات مع كيرزون وزير خارجيه بريطانيا، ولكن برضه لم يحقق مطالب المصريين. برضه توصلوا برضه الى ايه؟ نتيجة مش مرضية. فاستقال عدلي يكن، قال لك خلاص انا ماليش اي دور في الوزارة دلوقتي، لان المطلب المهم جدا للمصريين دلوقتي هو الحصول على الاستقلال، وانا اتفاوضت مع بريطانيا وبريطانيا رفضت الاستقلال، فخلاص ماليش مكان، فقدم استقالته. بدأنا بعد كده نعرض تشكيل الحكومة على الناس اللي هم السياسيين اللي هم لهم في السياسة. تعالى يا فلان شكل الوزارة، يقول لك لا هعمل ايه؟ ما انا المطلوب مني في الوقت ده حاجة مهمة جدا ان انا اتفاوض من اجل الاستقلال مصر، فانا بريطانيا رافضة، فانا لو جيت في المنصب ده مش هعمل اي حاجه، فبلاش. زي انت لما يكون عندك كده فريق وعايز تجيب مدرب عشان يحصل لك على بطوله مهمه جدا والفريق واقع كله، فيقول لك انا هاجي ادرب الفريق ده دلوقتي اعمل بيه؟ مفيش عندي لعيبه والكلام ده كله، مفيش عندي امكانيات، فلو جيت هخسر اسمي وتاريخي. فرفض رجال السياسه تشكيل الحكومه. يبقى ما النتائج المترتبه على فشل مفاوضات عدلي كيرزون؟ قدم عدلي يكن استقالته، رفض رجال السياسه تشكيل حكومه جديده. بريطانيا اتخنقت، قالت مين السبب في كل دون مش راضيين الاوضاع تهدى في مصر؟ سعد زغلول. اقبضوا على سعد زغلول تاني وانفوا المره دي بقى لجزيره اسمها جزيره سيشل. المرة الثانية طبعا تجددت ثورة المصريين مرة ثانية. طبعا بريطانيا بدأت عندها خبرة ازاي تواجه الثورة والتجمعات وتقضي عليها، فالمصريين لجأوا إلى مش للصدام والعنف والكلام ده كله، لجأوا إلى المقاطعة، سلاح المقاطعة اللي شغال دلوقتي عشان الحرب اللي عندنا اللي جنبنا في فلسطين، ربنا ينصرهم قول آمين. لجأ المصريين لسلاح المقاطعة، فقاموا بمقاطعة البضائع مين؟ البريطانية، فاضطرت بريطانيا للإفراج عن سعد زغلول مرة أخرى. ولتهدئة الأوضاع قامت بريطانيا بإصدار تصريح اسمه تصريح 28 فبراير 1922. انتوا عايزين يتحفظ باسمه كده، ده مش تاريخ، ده هو كده تصريح 28 فبراير 1922. انتوا عايزين ايه يا مصريين؟ عايزين الاستقلال. خلاص مصر دولة حرة مستقلة. عايزين إنهاء الأحكام العرفية، إنهاء الأحكام العرفية. عايزين إنهاء الحماية البريطانية، إنهاء الحماية البريطانية. ولا تزعلوا، يبقى تصريح 28 فبراير الاعتراف بمصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة، إلغاء الحماية البريطانية على مصر، إلغاء الأحكام العرفية، آخر حاجة بس هم الثلاثة دول. بس بريطانيا قالت بس ليه 4 شروط، 4 تحفظات، يا توافقوا عليهم يا ترفضوا الموضوع كله على بعضه. تمام؟ يبقى بالرغم من اعتراف بريطانيا بمصر دولة مستقلة إلا التصريح لم يحقق أمان المصريين الكاملة في الاستقلال التام، بسبب بريطانيا احتفظت بعدة أمور المعروفة بالتحفظات مين؟ ال4، وهي 1.
تأمين المواصلات البريطانية داخل مصر، يبقى في قوات بريطانية تفضل موجودة عشان تأمين المواصلات بتاعتها. الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، أي حد يقرب من مصر، مصر دي بتاعتي، طب ما أنا كده مش مستقل، ما أنت بتتحكم فيا. رقم 3 حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات، أي أجانب لهم مصالح في مصر أنا اللي هحميها. طب مين الأقليات دول؟ اللي هم المسيحيين، برضو قال لك لو المسيحيين في أي مشكلة أنا هتدخل ودافع عنهم. يعني الشعب المصري حط صباعه في عين بريطانيا في أثناء الثورة وقال لهم إن إحنا نسيج واحد والاثنين واحد ومفيش أي فرق ما بيننا، وبرضو بريطانيا بتشتغل على قصة الفتنة ما بين المصريين. تمام؟ وانا قلت الموضوع ده اشتغل عليه زمان مصطفى كامل اللي دعا المصريين للتمسك بالوحده مين؟ الوطنيه والدفاع عن مصر والجهاد من اجل مين؟ مصر. فبريطانيا قالت لك ليه 4 تحفظات: تامين المواصلات البريطانيه داخل مصر، الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي، اخر حاجه او اللي قبل الاخيره حمايه المصالح الاجنبيه وحمايه الاقليات. ايه الجزء الاخير؟ استمرار اوضاع السودان طبقا لاتفاقيه الحكم الثنائي 1899. فاكرين اللي كان عايز يلغيها مصطفى كامل؟ ان بريطانيا ومصر يفضلوا يحكموا مين؟ يحكموا السودان مع بعض. دول ال4 شروط او ال4 تحفظات اللي شرطتهم بريطانيا علينا في تصريح 28 مين؟ فبراير. لو انت مكان الحكومه البريطانيه تقبل التصريح ده زي ما هو ولا ترفضوه؟ اهو دي المميزات ودي العيوب، فكر ورد عليا. فكرت؟ الحكومه المصريه قبلت التصريح بما فيه من شروط، بما فيه من تحفظات. ليه؟ بص يا باشا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هقول لك قصه كده على السريع اسمها مسمار جحا. جحا اللي انتوا بتضحكوا عليه، جحا الغبي ولا جحا بتاع الحمار ولا مش عارفين الكلام ده كله. ما هو انت لو فاكر قصه الحمار بتاعت جحا لما كان هو وابنه والكلام ده كله، الجحا ده شخصيه يقال انها شخصيه حقيقيه او شخصيه وهميه زي المفتش كرومبو والكلام ده كله، هدفها انها تعلمك معلومه او حكمه بس بطريقه كوميديه. فقصه الحمار لو انتوا فاكرين كان هدفها ان انت صعب ترضي الناس. تمام؟ فايه قصه مسمار جحا؟ قال لك جحا بقى كان عنده بيت وكان بيأذي جيرانه، الليل كله يخبط والنهار كله يخبط، يجيبوا له الشرطه، يجيبوا له والله بيتي وانا حر فيه، وعامل ازعاج جامد جدا جدا للناس. فمش قادرين عليه، فقال لهم خلاص انا هبيع البيت، 100 نشتري منك، خلينا ربنا يريحنا منك. بس جحا طلب 4 أضعاف سعر البيت. يعني البيت لو هيساوي 100 جنيه هو طلب 400 جنيه. يا نهار ابيض، ده كتير قوي. قال له هو كده اللي عاجبه. جاره قال خلاص ماشي انا موافق يا عم، خليني يمشي من جنبي، خليني ارتاح. وجم وهما بيكتبوا العقد جحا قال لهم بس انا ليا شرط. شرط ايه تاني؟ ربنا يهديك. قال له في مسمار جوه في اوضه النوم. ماله يا سيدي؟ قال لي يفضل باسمي. انت مجنون؟ اهو كده شرط كده. تمام، اكتب له يا عم خليه يمشي. وكتبوا العقد وجحا مشي وخد الفلوس وتمام التمام. يوم واثنين الراجل لقى جحا جاي بيخبط على الباب الساعه 2 بالليل. عايز ايه يا عم الحاج؟ قال له جاي اطمن على المسمار بتاعي، حقي ولا مش حقي؟ قال له ماشي تعالى. تمام، ويجي يطمن ساعه ساعتين ويمشي. افضل ولا لما كان قاعد جنبي 24 ساعه؟ فده اللي انا اقصده، ان انا التصريح رغم ان في تحفظات بس في ايجابيات لمصر. مصر دوله حره مستقله ذات سياده، الغاء الاحكام العرفيه، الغاء الحمايه. تمام، وبناء عليه مصر قبلت التصريح. تمام، ايه نتائج قبول الحكومه المصريه لتصريح 28 فبراير؟ عفوا، أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على البلاد. يعني إيه سلطان وملك؟ في الأول كانت مصر ولاية عثمانية، اللي بيحكم مصر يعتبر ولي عثماني، وبعد كده إسماعيل خد لقب خديوي وفضل مستمر لحد ما بعد كده هيجي عندنا في فترة الحماية كان هيبقى اللي بيحكم مصر سلطان، لأنه بياخد أوامره من حد تانية أو خاضع لسلطة أو حماية دولة كبرى اللي هي بريطانيا. من 1922 مصر دولة مستقلة مش تابعة لحد، لا لتركيا ولا لبريطانيا، وبناء عليه أصبح اللي بيحكم مصر يحمل لقب ملك. تاني، حمل السلطان فؤاد لقب ملك منذ تصريح 28 فبراير، أو تغير لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك بسبب تصريح 28 فبراير. أعيدت وزارة الخارجية المصرية. وزارة الخارجية اللي هو كل بلد ليها وزير بيمثلها عند أي دولة تانية، طبعا الكلام ده بيتعمل مع الدول المستقلة، الدول الحرة. فأنت خلاص بقيت دولة حرة مستقلة، فمن حقك يبقى عندك وزير خارجية. تشكيل أو شكلت لجنة وزارة عبد الخالق ثروت لجنة من 30 عضو لوضع دستور جديد للبلاد، دستور 1923. مهم جدا جدا. مين اللي وضع دستور 23؟ وزارة عبد الخالق ثروت. ماله الدستور ده؟ ليه مزايا وليه عيوب. أول حاجة مزايا: واحد،
كان خطوة مهمة في تقرير مبدأ الأمة مصدر السلطات. يعني ايه الأمة مصدر السلطات؟ يعني الحاكم أو اللي بيحكم مصر ليه سلطة علينا، ليه سلطة على الشعب. جايبها منين السلطة دي؟ من الأمة، من الشعب. ازاي؟ انا مدرس عند حضرتك في الفصل، عندي في ايدي سلطات ان انا ممكن اعاقب الولد ده او اخرج ده من المجموعه او من الفصل او اعاقبه او السلطه دي جبتها منين؟ من حضراتكم. حاجه كده بيني وبينكم بنسميها حاجه وديه، ان انتوا اديتوني السلطه دي عشان اقدر احكم الفصل، عشان اقدر ادير الفصل، عشان اقدر اوصل لكم معلومه. لكن نفس الولد ده معلش لو قابلته في الشارع ماليش سلطه عليه، انا ماليش دعوه بيه، صح ولا لا؟ فانا هنا مين اللي اداني السلطه في الفصل ان انا اقدر اعاقب ده او اطرد ده من الفصل او انتوا حضراتكم. تمام كده؟ حاجه كده وديه بيني وبينكم عشان خاطر ان انا مش هتكلم على القانون دلوقتي، ان انا اقدر ادير الفصل واوصل لكم معلومه. فهنا الدستور ده مين اللي وضعه؟ الامه، تمام، او الوزاره، مفيش مشاكل، بس القوانين اللي بتطبق على الامه، فاحنا اللي بندي الملك السلطه انه او الحكومه انها تطبق هذه القوانين. وضع النهايه للحكم المطلق. حكم مطلق يعني احكم بنفسي، محدش يشاركني. لا، بعد الدستور الملك ما يحكمش بمزاجه، ما يحكمش تبع هواه، يحكم تبع الدستور، القوانين اللي موجوده. قرر مبدأ المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات، كلنا واحد، مفيش فرق ما بين حد وحد. احترام الحريات العامة. يبقى دي كلها ايجابيات جميلة جدا جدا جدا. واحد، كان خطوة مهمة في تقرير مبدأ الأمة مصدر السلطات. وضع النهاية للحكم المطلق، سوى بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات. آخر حاجة احترام الحريات العامة. لكن كان في عيب كده، ان هو اعطى الملك مزيد من السلطات في ناحية السلطة التنفيذية والتشريعية. ازاي؟ كان من حق الملك ان هو يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات جديدة. تاني، دلل على صحة العبارة. رغم مميزات دستور 23 إلا أنه لم يخلو من العيوب. هقول له حيث أنه أعطى الملك مزيد من السلطات في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فكان من حق الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. يعني حل البرلمان، يفركش البرلمان، لو لقى البرلمان بيعترض عليه كل شوية يلا كل واحد يروح بيته ونعمل انتخابات جديدة. تمام؟ دي عيوب دستور 23. بعد كده طبقا للدستور دستور 23 عملنا الانتخابات عشان نعمل البرلمان، وفاز فيها حزب الوفد برئاسه سعد باشا زغلول اللي كان له شعبيه كبيره جدا جدا بالاغلبيه. يبقى اغلبيه اعضاء البرلمان بقوا من حزب الوفد بتاع سعد زغلول. تمام كده؟ وبعد كده شكل سعد زغلول الوزاره. بقى خلاص بقى هناخد الوزاره من اعضاء الوفد، من اعضاء البرلمان. مين اكتر ناس في البرلمان؟ من حزب الوفد. يبقى هناخد فلان، وده وزير الصحه، وده وزير التعليم، وده وزير كذا كذا كذا، كلهم من حزب الوفد. مين اللي اختار الاشخاص دول؟ الحكومه ولا الشعب؟ الشعب، مش الشعب اللي انتخبهم في الانتخابات. فشكل سعد زغلول الحكومه بتاعته او الوزاره بتاعته وسميت وزاره الشعب، اول وزاره برلمانيه. يعني ايه وزاره برلمانيه؟ يعني اعضائها من البرلمان. أعضاؤها منين؟ من البرلمان. أعضاؤها من البرلمان. سميت وزارة الشعب. إزاي وزارة الشعب؟ لأن الشعب هو اللي انتخب الأشخاص دول كيبقوا أعضاء في البرلمان، وسعد زغلول خدهم من الأعضاء دول. تمام؟ وتم افتتاح أول برلمان في مارس 1924. حاجات زي الفل، حاجات إيجابية. عملنا انتخابات حقيقية وانتخبنا اللي احنا عايزينه عشان يمثلنا في البرلمان. وضعنا الدستور اللي هنمشي طبقا عليه ونبقى عارفين راسنا من رجلينا. الوزارة اللي هتمشي وتدير البلد من الناس اللي احنا انتخبناهم. من رئيس الوزارة الزعيم الوطني سعد زغلول. حاجات زي الفل. تمام التمام؟ تمام التمام يا مستر. لكن للأسف هتحصل كده، واحد هيضرب كرسي في الكلوب يقلب الدنيا كلها، واحد هيقتل شخصية مهمة جدا جدا وهو السيرلستاك. مين السيرلستاك؟ يقول لك في 19 نوفمبر تم اغتيال السيرلستاك القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان. راجل ضابط بريطاني كبير، فبريطانيا هيتقتل، واحد مصري هيقتله، فبريطانيا بتتلكك بقى، هتبدأ بقى تتنرفز بقى وتفرض شروطها على الشعب المصري أو الحكومة المصرية. طب واحد قتله، اقتلوه، ماشي، موتوه، قدموا له القصاص، قدموا له الحكم، لكن ايه ذنب الحكومه المصريه؟ لا، لازم انتوا تتحملوا الكلام ده. فتقدم المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي انذار للحكومه المصريه تضمن عده شروط من ضمنها سحب الجيش المصري من السودان.
طبعا سعد زغلول رفض، قال له ازاي دي السودان اصلا بتاعتنا وانتوا اللي جيتوا شاركتونا فيها. فرفضت الحكومه المصريه هذا الانذار، فقدم سعد زغلول استقالته، وتم تاليف وزاره جديده برئاسه واحد اسمه زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ، وقبل المطالب البريطانيه وسحب الجيش المصري من السودان. وتحفظه مهم جدا جدا، شكل الوزاره بعد استقاله سعد زغلول زيور باشا، قبل المطالب البريطانيه وسحب الجيش المصري من السودان زيور باشا. بعد كده توفى سعد زغلول الله يرحمه. هنبدا بعد كده في حدث جديد سنه 1930، دستور 30. يا مستر احنا مش لسه كنا بنقول دستور 23؟ لا، في وزاره جديده اسمها وزاره اسماعيل صدقي، شكلت وزاره اسماعيل صدقي باشا وزاره جديده ولغت دستور 23 وقالت هنعمل دستور جديد، دستور السنه دي دستور 30. ولكن هذا الدستور كان فيه للاسف اعطى الملك مزيد من السلطات. يعني في دستور 23 كان من حق الملك حل البرلمان والدعوه لانتخابات جديده، لا ده اداله سلطات اكتر واكتر واكتر، واهدر حق الامه في مواضع كثيره. فالشعب المصري رفض الكلام ده، وخرج الشعب المصري في مظاهرات لرفض هذا الدستور دستور 30 والدعوه للعوده لدستور 23. وبالفعل الملك فؤاد اضطر الملك فؤاد الأول إلى الرضوخ لمطالب الأمة وإعادة الدستور مرة أخرى. يبقى هنا سؤال لو مش مباشر، يعني ممكن نقول لك مثلا إيه؟ دلل على صحة العبارة. كان للشعب المصري دور مهم جدا على الملك في مثلا الربع الاول من القرن العشرين. هقول له ان هو خرج في مظاهرات يطالب بالغاء دستور 30 والعوده لدستور ايه 23. بعد كده تعدد الاحزاب. قلنا الاحزاب حزب سياسي مجموعه من المثقفين بيحطوا خطط للنهوض بالبلد، تمام؟ فالمفروض دي حاجه كويسه، يبقى عندي اكتر من حزب المفروض بينهضوا بالبلد وتقدم البلد. لكن للاسف هذه تعدد لم يكن يسري الحياه النيابيه في مصر، او لم يكن لصالح مصر، لان هذه الاحزاب كانت اداه للقصر الملكي وبريطانيا في تحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح الشعب. يبقى دلل على صحه العباره. لم يكن تعدد الاحزاب بعد دستور 23 لصالح الشعب المصري، او لم يسر الحياه النيابيه، لان هذه الاحزاب كانت اداه للقصر الملكي ولبريطانيا لتحقيق اهدافها الشخصيه دون النظر لمصالح الشعب. تمام؟ بعد كده عندنا معاهده 1936. ركز معايا في الحته دي عشان مش موجود عند حضرتك في الكتاب. سنه 36 يعني السنه دي مميزه لان بعدها سنه 1939 هتبدا الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه. 36 بريطانيا بدأت تستشعر كده في الأفق إن شكلنا داخلين على حرب عالمية تانية. ألمانيا بدأت تعمل جيش قوي وتسلح طبعا هم ما كانوش واخدين بالهم من بعد ما الحرب العالمية الأولى انتهت سنة 1918 فرضوا شروط جامدة جدا على ألمانيا، وقالوا ألمانيا مش هتقوم لها ولا بعد 100 سنة. لكن ألمانيا بسبب هتلر بقى بدأ يعيد بناء القوات المسلحة الألمانية تاني وعمل جيش من أقوى الجيوش في العالم. فبريطانيا بدأت تصحو من سباتها وعرفت إن الراجل ده شكله ناوي على شر، يبقى كده شكلنا داخلين على حرب. بريطانيا بتظبط نفسها، بتظبط امورها. فعملت ايه بريطانيا؟ هتعمل معاهده مع مصر. ليه؟ لان هي خافت لحسن وهي منشغله في الحرب الشعب المصري يثور ضدها. تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه ان هي عايزه تستغل موقع مصر تاني في الحرب الثانيه، بس مش بلطجه زي المره الاولانيه، لا الشعب المصري اختلف. هنا انت لسه مديني تصريح ان دوله حره مستقله، فلقيت موضوع البلطجه مش هينفع، فقلت لك اخدها بايه؟ بالطريقه كده. تمام؟ فهتفرض هذه المعاهده مع مصر اللي هي معاهده 36 وتسمى معاهده الصداقه والتحالف. الصداقه وايه؟ امال ايه؟ التحالف. احنا الاثنين هنتحالف مع بعض، احنا الاثنين اصدقاء يا مصر، انا مش محتلاكي، لا انت كتف بكتف. تمام؟ فالمعاهده دي كانت فخ لمصر يا جماعه. تمام؟ طيب بيقول لك في عام 1936 اضطرت بريطانيا لعقد معاهده مع مصر بما تفسر لتخوفها من قيام ثوره جديده في الوقت الذي ستخوض فيه حرب عالميه جديده. طبعا هتحصل المفاوضات ما بين ممثل مصر في الوقت ده مصطفى باشا النحاس رئيس حزب الوفد وانجلترا، وتنتهي بهذه الشروط. اول حاجه جلاء القوات البريطانيه عن القاهره وجميع الاراضي المصريه. يا نهار ابيض، معقوله؟ يعني لا في حمايه مواصلات ولا حمايه اقليات ولا حمايه مصالح. ايوه هنمشي، مش ما تزعلوش، انتوا حبايبي، انا مش ممكن اخليكم تزعلوا مني، لا انا همشي، هاخد رجالتي وامشي. يبقى جلاء القوات البريطانيه عن جميع الاراضي المصريه بما فيها القاهره ما عدا منطقه قناه السويس. لا دي ما اقدرش اسيبها، دي منطقه حيويه جدا في العالم. تمام؟ 2 ده بقى الشرط. 2 و3 هم دول اللي بريطانيا عملت معانا المعاهده عشانهم. ان تضع مصر موانيها
ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف القوات البريطانية في حالة لو قامت حرب. طبعا مصر ما تعرفش ان في حرب هتقوم، لكن بريطانيا عارفه، عشان كده هي بتقول الكلام ده. يا حبيبي يا صاحبي، احنا اصحاب مع بعض، لو انا في خناقه انت معايا، ولو انت في خناقه انا معاك. فلو حصلت حرب عالميه تبقى المطارات والموانئ والطرق بتاعتكم تبقى تحت ايه؟ تحت تصرف القوات بتاعتي البريطانيه. وان شاء الله ما فيش حرب هتحصل، بس بريطانيا عارفه الكلام ده ان في حرب هتحصل. تمام؟ 3. طبعا القوات البريطانيه لما تيجي عندكم بقى يا جماعه، انتوا ناس اهل كرم، ناس شرقيين، ناس مسلمين، كرم وتكرموا الضيف. فلما تيجي القوات عندكم انتوا اللي تبنوا لها السكنات والمعسكرات اللي هتقعد فيها. ولو حصل اي تضرر في الطرق والكباري والحاجات دي انتوا تعملوا لها صيانه. امال ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ تتعهد الحكومه المصريه ببناء السكنات والمعسكرات والطرق والكباري اللازمه للقوات البريطانيه وصيانتها. يعني انتوا تبنوا لنا طرق وتبنوا لنا كباري، ولو حصل فيها اي تضرر انتوا اللي تبنوها على حسابكم، تعملوا لها صيانتين على حسابكم. دي بقى نشوف بقى الشروط الباقيه، يعني هي تعتبر لصالح مصر بس مش قوي يعني. انا هم اكتر شرطين من وجهه نظري بريطانيا عملت عشانهم المعاهده، الثاني والثالث، اللي هو ان بريطانيا هتاخد المطارات والموانئ والطرق تحت تصرفها في حاله الحرب. 2 ان مصر تبني لها السكنات والمعسكرات والطرق والكباري وتعمل لها صيانه لو تضررت. بعد كده مساعده بريطانيا مصر للانضمام لعصبه الامم. عصبه الامم يا شباب دي منظمه دوليه اتعملت بعد الحرب العالميه الاولى عشان خاطر تحل اي مشكله تحصل في العالم قبل ما تتطور لحرب عالميه زي الامم المتحده دلوقتي. استمرار اداره السودان وفقا لاتفاقيه الحكم الثنائي 1899 وعوده الجيش المصري للسودان. نرجع نحكم مع بعض تاني السودان يا صاحبي، تمام؟ وتبقى طبعا ان احنا الاثنين واحد مع بعض. والجيش المصري اللي انسحب بعد لما وافق زيور باشا بعد ما سعد زغلول استقال يرجع تاني. ان تسري المعاهده لمده 20 سنه، ما تبقاش تطول قوي، وبعد كده بريطانيا ممكن تغير رايها. ما بريطانيا قالت لك ايه؟ في مده ال 20 سنه هتكون الدنيا ظهرت هل في حرب ولا ما فيش. تمام؟ دي الشروط بتاعه نصوص معاهده مين؟ 1936. نتائج المعاهده طبعا انتهاء احتلال مصر عسكريا ما عدا منطقه قناه السويس. 2 انضمت مصر الى عضويه عصبه الامم باعتبارها دوله حره مستقله. الغاء الامتيازات الاجنبيه مهمه جدا طبقا لمؤتمر مونترو، يتحفظ اسم المؤتمر. والغاء الامتيازات اللي كانت من ايام الخديوي اسماعيل كان الغاء الامتيازات الاجنبيه نتيجه لتصريح 28 فبراير ولا ثوره 19 ولا معاهده 36 ولا مش عارف، فاهمني؟ يبقى كان الغاء الامتيازات الاجنبيه طبقا لمعاهده 36. مش كده وبس، بدأ تقوية الجيش المصري عشان خاطر كمان بريطانيا قالت لهم ايه؟ انا هخلي قوات في منطقة قناة السويس، وانت كمان يا مصر تبدأ تقوي الجيش بتاعكم بحيث ان لو لقيت الجيش بتاعكم جيش قوي يقدر يحمي نفسه ويحمي منطقة القناة ويسيطر عليها كويس، انا هسحب الجيش بتاعي من هناك. يبقى تقوية الجيش المصري لكي يتمكن من الدفاع عن قناة السويس بمفرده، وبالتالي تجلو القوات البريطانية عن مصر. حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع اي دولة بشرط الا تتعارض مع شروط المعاهده دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا مصر براحتك اعملي اتفاقيه مع اي بلد، بس ما يجيش مثلا ايه؟ هو انا مش قلت في المعاهده ان تضع مصر موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا في اثناء الحرب؟ ما تروحش حضرتك تعمل لي معاهده مع المانيا وتقول لي ان تضع مصر موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف المانيا في حاله الحرب. في تعارض هنا، تمام؟ اخر حاجه عوده الجيش المصري للسودان واعتراف بريطانيا بالاداره المشتركه. تمام؟ دي كانت نتائج معاهده 36. المتغيرات الداخليه والدوليه بعد المعاهده مهم جدا. يقول لك تحولت العلاقه بين مصر وبريطانيا من احتلال الى تحالف. زاد نفوذ القصر وسيطرته لما اعتلى شخصيه اسمها شخصيه الملك فاروق العرش. الملك فاروق ايه؟ العرش. طبعا تغيرت الاوضاع ولما بدات الحرب بريطانيا رغم الشرطين الوحشين رقم 2 و3 طلبت بريطانيا من الحكومه المصريه انها تدخل معاها الحرب. مش انت صاحبي وحبيبي، مش معاهده تحالف مع بعض، ساعدني في الحرب دي. طبعا الحكومه المصريه رفضت، وانا مالي وانا قدكم، انتوا ناس كبار بتاكلوا في بعض. فرفضت الحكومه المصريه لانها كانت تنتهج سياسه تجنبها ويلات الحرب، يعني نتائج الحرب الوحشه جدا جدا. فطبعا توترت العلاقه مع مين؟ مع بريطانيا تتفلق. تمام كده؟ طيب حادث 4 فبراير 1942 ركز معايا، دي يتحفظ باسمه كده زي تصريح 28 فبراير 1922. ده اسمه حادث 4 فبراير 1942. ايه سببه؟ يقول لك ايه؟ احنا قلنا في الحته اللي فوق ان زاد نفوذ القصر الملكي باعتلاء فاروق. فاروق كان مسيطر، الملك فاروق، تمام؟ بريطانيا مش من مصلحتها ان يبقى في شخصيه واحده في مصر هي بتملك كل السلطات.
فعايزه تجيب حد يكون قصاده، يكون منافس ليه. فرق تسد، فرق ايه تسد. فتجيب مين؟ تجيب شخصيه لها شعبيه كبيره جدا عند المصريين، وهي شخصيه رئيس حزب الوفد مصطفى النحاس باشا. راجل وطني، راجل المصريين بيحبوه، فعايزاه يبقى موازي لمين؟ لفاروق، عشان ما تبقاش كل الامور في ايد فاروق. فهنا طلبت بريطانيا من الملك فاروق انه يعين مصطفى النحاس رئيس للحكومه. واحد يقول لي طب ما هو انت بتقول يا مستر مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد اللي اسسه سعد زغلول وكان ليه شعبيه والكلام ده، بس بريطانيا مش بتعمل ده عشان خاطر عيون المصريين، بريطانيا بتعمل ده كرها في مين؟ في الملك فاروق. فطلبت منه انه يعين مصطفى النحاس رئيس للحكومه، الا انه رفض. تمام؟ فقالت له انت ترفض؟ طب خلاص. جابت الدبابات بتاعتها وحصرت قصر عابدين ووجهت له انذار، يا تقبل دلوقتي انك تعين مصطفى النحاس رئيس للحكومه والا هنخلعك من على العرش. يبقى اسباب حادث 4 فبراير مماطله، تماطل يعني تاجل، وما حاضر هشوف مش عارف الكلام ده كله. زي مامتك لما تقول لك قوم ذاكر، طب شويه، طب اشوف هرد على زميل، هلعب، هروح الحمام، هاكل، صح كده؟ مماطله الملك فاروق في الاستجابه لمطلب بريطانيا بتشكيل حكومه جديده برئاسه مصطفى النحاس باشا. احداثه: قامت بريطانيا بتوجيه انذار للملك فاروق، قامت الدبابات البريطانيه بمحاصره قصر عابدين وهددت بخلع الملك فاروق عن العرش. طبعا هيخاف الملك فاروق ويقبل ويعرض تشكيل الوزاره على مصطفى النحاس ويؤلف مصطفى النحاس هذه الوزاره. قضية الجلاء الكامل للقوات البريطانية. في سنة 1947، يا ريت نحفظ الحتة دي، عرضت الحكومة المصرية على مجلس الأمن. إيه قصة مجلس الأمن؟ إن شاء الله الترم الثاني هناخد المنظمات الدولية والإقليمية، عندي تسمعوا عنه دلوقتي. مجلس الأمن اللي هو المفروض مجلس الأمن للأسف مش عايز أكتب كلمة عكس الأمن خالص. تمام؟ المفروض إن هو بيحفظ الامن في العالم، واي مشكله ما بين دولتين كده بيتدخل ويحلها من بدري عشان ما تقومش حرب. فمصر دوله مظلومه وبريطانيا مبلطجه عليها، فراحت عرضت زي ما الوفد كان عايز يعرض طبعا على مؤتمر الصلح زمان في بدايه الدرس. راحت الحكومه المصريه عرضت قضيه جلاء القوات البريطانيه على مجلس الامن ووحده وادي النيل، مصر والسودان دوله واحده، وان بريطانيا تتفضل تمشي. ان بريطانيا ادتني معاهده في 36 بتقول ان هي هتمشي عن جميع الاراضي والكلام ده كله، لكن ما نفذتش كلامها بدليل انها اتدخلت وجابت الدبابات وحصرت قصر عابدين. فيا مجلس الامن انا بلد فقير وبلد مظلوم وبلد غلبان، وبريطانيا دي دوله قويه، فحضرتك اتفضل خليها تتفضل تمشي. طبعا دي حقوق مشروعه، مجلس الامن ما يقدرش يرفضها، بس يقول لك ايه؟ رفض ان هو يحل الموضوع وترك القضيه معلقه. ان شاء الله الجلسه الجايه هنناقش الموضوع، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام؟ فمين اللي عرضنا عليه قضيه جلاء القوات البريطانيه عن مصر؟ مجلس الامن، تتحفظ. تمام؟ طيب بعد كده في اكتوبر 1951 اعلن مصطفى النحاس باشا الغاء معاهده 36. لان المعاهده عرف بقى ان المعاهده كانت فخ بالنسبه لمصر، ومصر برضو اتبهدلت تاني في الحرب العالميه الثانيه، في حرب ملهاش اي دعوه، وعرف ان الاحتلال ده مش هيمشي بالتفاوض ولا بالسلم ولا بالذوق، هيمشي بالقوه، بالنضال المسلح، بالكفاح المسلح. يبقى اعلن مصطفى النحاس الغاء معاهده 36 واطلق، اكتب ما تشير الى العباره او من قام بالاعمال الاتيه: اطلق الحريه للشعب للنضال المسلح ضد القوات البريطانيه في منطقه القناه. مصطفى باشا النحاس يعني ايه؟ قال للشعب اللي عايز يبدا يكافح بالسلاح ضد القوات البريطانيه في القناه، نقتل منهم ناس، نفجر فيهم ناس، الكلام ده كله، يتفضل. تمام؟ ونتج عن ذلك مهاجمه جماعات الفدائيين للمعسكرات البريطانيه. مين الفدائي؟ اللي بيروح يفجر نفسه، بس مش الارهابي دلوقتي، لا، اللي بيفجر نفسه من اجل وطنه، من الدفاع عن الاحتلال اللي محتل بلده. بداوا يفجروا نفسهم في معسكرات القوات البريطانيه في منطقه مين؟ القناه. ايه بقى الحته اللي جايه دي بقى؟ ناس كتير مش فاهماها. يقول لك عمدت الحكومة المصرية إلى زيادة عدد جنود الشرطة في منطقة القناة لمساعدة الفدائيين. قلنا الفدائي اللي بيكافح ضد الاحتلال، بيضرب القوات البريطانية وممكن يضربوه، بس يموت منهم كام واحد بقى؟ مش هموت لوحدي، عشان خاطر نطفشهم ويمشوا من مصر. فدلوقتي منطقة القناة، انتوا عارفين القناة والخريطة والكلام ده كله، أي واحد رايح عشان يفجر نفسه أو يعمل عملية فدائية أكيد هيتفتش تفتيش مهم جدا، فمستحيل يعدي. لا، أنا بقى الحكومة المصرية هتديله سلاح لما يوصل هناك. طب هتديله سلاح ازاي؟ دلوقتي انا منطقه القناه لو فيها 1000 شرطي، ال1000 شرطي هنقول كل واحد ليه بندقيه، ماشي، بندقيه ومثلا 100 قنبله،
تمام، عشان خاطر يحفظوا الامن كشرطه. لا، القوات المصريه او الحكومه المصريه قال لك لا، انا هخلي فيه 1500 شرطي عشان اقدر اودي لهم 1500 بندقيه ومثلا 150 قنبله. دول المفروض راح يحل قوات مين؟ قوات الشرطه. بس لما تروح السلاح ده ما بيروحش الشرطه، يدوه لمين؟ للفدائيين، ويقول له اتفضل واضرب كام واحد من الجماعه مين؟ الانجليز. فهمتوها؟ يبقى تاني، عمدت الحكومه المصريه الى زياده عدد جنود الشرطه في منطقه القناه عشان يساعدوا الفدائيين، يدوهم السلاح. تمام، بس بريطانيا عرفت اللعبه بقى. تمام، فبدات تعاقب الحكومه المصريه، وقامت القوات البريطانيه بمحاصره مبنى محافظه الاسماعيليه لنزع سلاح جنود الشرطه. بقى انتوا يا شرطه مصريه انتوا اللي بتدوا السلاح للفدائيين اللي بيضربونا، حاصر اسم الشرطه، سلموا نفسكم دلوقتي هنقبض عليكم. طبعا رفض جنود الشرطه انهم يسلموا لهم السلاح، وبدات حصلت معركه جامده بينهم وبين بعض. للاسف طبعا استشهد فيها عدد كبير جدا من عناصر الشرطه المصريه. ده الكلام ده كان يوم 25 يناير 1952، 25 يناير اللي هو عيد الشرطه كل سنه، والقصه دي اللي شفتوها في فيلم حرب كرموز. تمام، واستشهد عدد كبير من الضباط المصريين، وبعدها تطورت الاحداث في اليوم الثاني لموضوع محاصره مبنى محافظه الاسماعيليه والمعركه اللي حصلت مع جنود الشرطه. حدث مهم جدا في مصر، هو حريق القاهره. يعني ايه حريق القاهره؟ الاماكن المهمه في القاهره ولعت. مين اللي ولعها؟ محدش يعرف، وكان ذلك ايذانا ومؤشرا على قيام ثوره مهمه جدا في تاريخ مصر، هي ثوره 23 يوليو 1952، وده اذانا بنهايه النظام الملكي. هتنتهي الملكيه وهتعلن الجمهوريه، وده اللي هنبدا بيه ان شاء الله الترم الثاني. وكده ينتهي الدرس بتاعنا، درس جميل ولذيذ جدا بنتعرف فيه على احداث التاريخ المصري الجميله اللي بنعتز بيها. وكده ينتهي الدرس بتاعنا. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.